ولسه أصدقائي معاكم على الهواء مباشرة ولغاية الساعة 8. طبعا عايزة أقول لكل السيدات والبنات هنحافظ على سرية شخصياتكم. لو عايزين طبعا ما تذكروش أسماءكم على الهواء، ده حقكم طبعا، علشان نسمع التجارب ونخلي كل الناس تسمع يا ترى فين أسباب الطلاق. وعدد يعني مهول من حالات الطلاق، زي ما قالت إن محكمة الأسرة أعلنت إن في 240 حالة طلاق كل يوم، ودي طبعا كارثة كبيرة جدا. صديقة على الفيسبوك مش هنقول اسمها بتقول والله الواحد مش عارف ايه سبب الخيانات اللي احنا فيها. انا زوجة لفترة 20 سنة واستحملت كتير، وفي الاخر خان وغدر ورماني بعد ما خد مني كل حاجة، فلوس مرتبي في 20 سنة وشبابي وتعبي معاه وتضحيتي بكل شيء، وتزوج عليا ومش عارفة اعمل ايه، وحرمني من اولادي. طبعا ده شيء يعني محزن جدا جدا ان العشرة تهون على اي حد، يعني حتى لو في اسباب ومشاكل كتير، لكن اعتقد ان الاولاد ليهم دور مهم في ان هم يرجعوا اي علاقة تكون كويسة. وفي نفس الوقت احنا دايما بنقول ان اكيد في اي بيت لازم يكون فيه مشاكل، لكن السبب في احتواء هذه المشاكل، او يمكن يكون في عامل رئيسي في احتوائه للمشاكل دي، ممكن يكون الراجل او السيدة بتحملها، لكن ان توصل ان حرمان من اولاد وحرمان من حقوق، دي مشكلة كبيرة جدا. احنا معانا تليفون، هنقول الو. الو، اهلا بيكي، اهلا بيكي معانا على الهواء. اهلا بيكم. انا في البدايه بس برحب بيكي وبحييكم على الموضوع ده، لان هو موضوع مهم جدا، وزي ما قلتي هو بقى سائد وبقى ظاهره تقريبا. يعني قولي لي، حابه تعرفينا بنفسك ولا بلاش؟ شيرين. اهلا بيكي يا شيرين معانا. انت عندك كم سنه يا شيرين؟ 27 سنه. شيرين، انت يعني متزوجه ولا منفصله؟ لا، انا مطلقه. مطلقه. احكي لنا تجربتك في حياتك، ويعني كان ايه السبب الجوهري اللي ادى لانفصالك؟ انا في الحقيقه كنت متجوزه بقالي 6 سنين. انا منفصله بس من 4 شهور على فكره، يعني انا مش مطلقه من فتره. ايوه. ومعايا بنت. الموضوع ما فيه ان طبعا ما فيش تفاهم ما بيننا خالص. فتره الخطوبه للاسف مش بتبين حاجات كتير جدا جدا. انت اتخطبتي قد ايه تقريبا يا شيرين؟ حوالي 8 شهور. 8 شهور. ما قدرتيش تتوصلي للشخصيه اللي قدامك؟ لا بصراحة ما كنتش في حاجات كتير فعلا ما كنتش شايفاها فعلا يعني. او هم يعني عامة، يعني مش هجيب اللوم على الطرف الآخر برضو. في فترة الخطوبة عموما بيبقى كل بني آدم يعني بيتجمل، سواء طرف من أي طرف. لكن أكيد في بعض التصرفات ممكن تبين بعض العيوب وبعض المشاكل، ممكن نتقبلها ونتخطاها، وممكن نقف عندها ونقول لا مش هنقدر نكمل. بالظبط، انا معاكي، بس كان في حاجه ما كانش اعتقد ان هي هينفع تظهر غير بعد الجواز. يعني ايه بقى السبب الجوهري؟ انا في الفتره الاخيره ابتديت اعمل دراسات عليا، وابتديت ان انا ادخل مجال شغل جديد، وكنت ناجحه فيه جدا. جميل. ومع ذلك كنت بحاول بقدر الامكان ان انا ما اجيش على البيت وما اجيش عليه. جميل. بس اللي اتضح ان هو كل مدى مش عايزني ابقى حاجه. عايز يقتل اي نجاح بيحصل لي. هو بني ادم غير طموح بالمره. حاسس ان انا بعلى وهو زي ما هو زي ما هو مش عايز يتحرك، وفي نفس الوقت مش عايز ان انا اتحرك. ف يعني اصابه نوع من الغيره. طلب منك انك توقفي دراساتك العليا ودراستك؟ لا ما قدرش لان انا برضو شخصيتي مش ضعيفه. والحاجه اللي كانت كسراه تقريبا ان هو ما كانش بيدفع لي حاجه. يعني انا كنت شايله نفسي تماما. طيب، هل المشاكل بينكم وصلت للأهل وحاولتي تدخلي أهلك وأهله؟ طبعا. وكان رأيهم إيه؟
انا بصراحه في مشاكل من بقالي فتره طويله، يعني انا من 4 سنين وانا في مشاكل وبحاول اعدي وكده. بس اهله بصراحه ناس محترمين وما كانش عاجبهم تصرفاته. كانوا بيحاولوا يصلحوا، حاولوا كتير، بس انا جيت وانا برضو كمان اهلي كذلك، يعني كانوا بيحاولوا يقولوا لي طب معلش مش عارف ايه عشان بنتك والكلام ده كله. بس لما رجعت في وقت، يعني انا جه عليا وقت خلاص فعلا تعبت وكان هيجرى لي حاجه، يعني دخلت في تعب نفسي وادى الى تعب جسدي ويعني حالتي تدهورت بصراحه خالص. طب شيرين ليه ما استحملتيش وعشتي زي ما ناس كتير ممكن تقولك، وانا يعني هنقلك رد الناس علشان خاطر بنتك ومستقبل بنتك؟ مستقبل بنتي في ايه؟ مستقبل بنتك في ان هي تعيش بين والدها ووالدتها وتعيش في بيت واسره. احنا طول الوقت اولا هو عصبي جدا، طول الوقت خناقات وزعيق، وهي في النص حرام متمرمطه وتعبانه ومضطربه وبتصحى من النوم تصرخ يعني ما كنتش شايفه بصراحه ان في سبب يخليني ابقى عليه كأب كمان. يعني هو فعلا كمان كان اب غير سوي، ما كانش بيهمه بنته عادي، يعني يتخانق قدامها ما يتخانقش قدامها، وده اثر عليها طبعا، اثر عليها. وهي دلوقتي في حاله افضل بكتير، وبالعكس انا حاسه كمان ان هو دلوقتي بقى كويس معاها اكتر. يعني هي كمان متقبله دلوقتي. اي واحده بتسمعنا دلوقتي وهي لسه يعني هتختار شريك حياتها تنصحيها بايه علشان ما تقعش في تجربه فشل اخرى؟ ما تحاوليش، يعني انا عايزه اقول لاي واحده فعلا مقبله على خطوه زي كده، ما تخليش الحب يعميكي. حاولي، في احيانا كده ممكن غلطات احنا نشوفها ونتغاضى عنها، بس احنا في الحقيقه ممكن ما نقدرش نكمل بالغلطات او بالعيوب اللي احنا شايفينها قدامنا، بس في فتره الخطوبه ممكن نتغاضى. لا، فكري كويس وحطي شروط لاختياراتك، ولازم تختاري زي ما هتختاري زوج ليكي هتختاري اب لاولادك، ودي حاجه مهمه جدا. فكري 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 فكري، والجواز مش هو ده اهم اهداف البنت او الست بجد. لازم يكون عندها طموح في كل حاجه في حياتها الشخصيه. فعلا اصبحت اهم من كده بكتير. والله الجواز جه اهلا وسهلا، الشخص المناسب موجود اوكي، مش موجود انت مكمله حياتك ومكمله في اهدافك ومشوارك، وربنا يا رب ان شاء الله يبعد عن كل ستاتنا وكل بناتنا كل شر واذى. وبجد فعلا احنا تعبنا، ونفسنا كمان ان احنا نلاقي نظره من المجتمع غير اللي احنا بنشوفها. انا يعني فعلا الواحد بيتعرض للسخافات بمجرد ان حد يعرف ان انا مطلقه، لا بيبقى فيه ردود افعال. فعلا نفسي ان الناس دي تتغير. في شويه، يعني بما انها بقت ظاهره وبقى ناس كتير قوي مطلقه، يعني كل عيله ممكن تلاقي فيها كذا حد مطلق، بس برضو الناس ما بتسكتش. شيرين، احنا موضوع نظرة المجتمع للمطلقة دي عايزين نفرد لها بقى حلقة لوحدها، واتمنى ان انت هي حلقات مهمة جدا، يعني لان فعلا في سيدات كتير جدا بيعانوا من المشكلة دي. لكن النهاردة حلقتنا عن اسباب الطلاق. اتمنى ان انت تتابعي معانا، واتمنى لك حياة سعيدة ان شاء الله خلال الفترة الجاية، وحياة جديدة كمان ان شاء الله، وتكون بنتك يا رب كده تفرحي بيها دايما. انا بشكر مداخلتك معايا يا شيرين. ميرسي ليكي قوي، وميرسي لكل البرنامج. هي وهي هي وهي هي وهي 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 ده هي وهي هي هي وهي هي أزكى من هو، هي أجمل من هو. فترة إذاعية على الهواء لهي وهي. معكم أميرة شايشة.